استاذ احمد. يا هلا، ازيك يا عصام؟ المشاهد فين حبيبي راح؟ اسمع العرض ده على السريع، العرض ده 5 فدان ليهم مصدرين ميه وقريبين على القريه، ايه رايك في الحاجات الحلوه ديت؟ والسعر اخر الفيديو ان شاء الله هتلاقي كل السعر نزل قدامك، والله عرض ما يتفوت، تبعني بس. هي بتضحك لي دي، بسم الله ما شاء الله بالصلاه على النبي، شايف القمحيه بتضحك يا عم، لا اله الا الله. خمسة فدان دول عرض خيالك، والله عرض خيالك، فيه جميع الميزات، مية مصدرين، قريب على القرية، السعر حاجة حلوة قوي قليلة يعني حاجة ايوه، بالنسبه للمواصفات الارض سعرها حلو خالص. ايوه، لانه مواصفات جباره من التوب، من الاراضي التوب في الفرافره هنا. بص يا باشا، انا عاوز اوريك حاجة بس، ارض طينية، طين ارض طين مصدرين ميه قريب على القريه جدا اهو، تمشيها مشيه خطوتين، مزروعين قمح، 5 فدان يعجبوك 10 على 10، والسعر اخر الفيديو بعد ما نعرف. طيب هنقول لك التفاصيل تانا على السريع كده. عقدهم نهائي خالص، تقنين مدفوع الفلوس كلها، ما عليهمش ولا ربع جنيه، مصدرين ميه، مساحة البير كلها على بعضها 84 فدان، تمام. الطاقة الشمسية اللي على البير 50، ماشي الحال، وشرفني ونورنا. نمشي. البير عليه ديزل مولد، عليه مولد 150 كيلو اضافي وعليها مصدر ميه بعيد عن البير تاني، وده ميزه لوحديها. ايوه، مصدر ميه تروي منه في اي وقت، بالزبط. وقت ما تحتاج ميه تدور عليه تشتغل عليه، والمصدر يمشي في نفس المواسير، نفس ونسينا نذكر ان الري، نظام الري بتاعها مواسير ري حديث، محابس. هي الارض غمر، لكن كل تربيعه او كل فدان قصاده المحبس بتاعه، تفتح المحبس فقط لا غير، ما بتعملش حاجه تانية، زي الباش، وانت لابس الجزمه والشراب لا مؤاخذه، زي الباش، وتروي بالظبط زي الباشا. ولا ايه رايك انت؟ ما قلت لي جايك يا اخي، امال انت قولي له تعال، قولي له انا مستنياك، بص قولي له مستنياك. قطعناها يا رجل، خساره. بابا واستغلت الناس يا عصام. شايف تقول لك تعال لي انا عاوزاه، شرفني في اي وقت. ارض طيني، ارض 10 على 10، قريبه على القريه، فيها ميزات حلوه، سعرها حنين، عرض ما يتسابش بأمان. طيب نتمشى مع الارض كده. يلا. الارض متقسمه ترابيع، كل تربيعه تقريبا فدان. ايوه، تمام. كل فدان عليه محبس. أيوة. تمام. الارض بتروي بخط مواسير 6 بوصه. ايوه، متوزعه مع طول الارض. عاوزك تصلي على النبي بس، على افضل الصلاه والتسليم. صلي على النبي بس. القمح شوف بالصلاه على النبي لغايه فين؟ نص البني ادم لسه ما استواش، ده قمح مكرونه على فكره. صلي على النبي يا خال، صلي على النبي، صلي على النبي. بسم الله ما شاء الله. الطريق منها للاسفل جنبك، الطريق منها الارض على الاسفل، بدايه الارض بتاعت صاحب الارض راسي على الاسفل، هتسيب منها فدانين قبل البيع، لان مقنن الفدانين مباني. تمام ماشي. وبعد الفدانين هتبدا ايه، تاخد ال5 فدادين. تمام زي الفل. الطريق بتاع الارض راسي على الاسفلت الزراعي. تمام. وبين الاسفلت الزراعي والقريه ما فيش كيلو، اقل من كيلو. القريه هي ثواني، القريه ادي قريه علي بن ابي طالب القريه الجديده، وقريه اللواء صبيح الناحيه الثانيه هي. تمام. لو الصوره واضحه في الكاميرا. تمام. ادي القريه الجديده، قريه علي بن ابي طالب اهيت، ادي مدرسه علي بن ابي طالب. تمام. وادي القريه. تمام. وبعد كده قريه اللواء صبيح، بين القريتين، بينها وبين القريه اقل من كيلو. انت غطست ليه كده يا عم عصام؟ اوعى تكون مت ولا حاجه. اديك مواصفات اديك عروضه ايه ثاني يا اخي، اديك عروضه ايه ثاني؟ طيب يعني قول لي بس، قول لي اعمل لك عروضه ثانيه ايه؟ فيهم جزورين على فكره، سجل جزورين فيهم جزورين تحت الارض، من بدايه الجزورين اللي هناك ده، او من قبل الجزورين بشويه.
اضرب لي بس المشوار هناك كده على القمحيات دول يا استاذ احمد هناك كده. ادي القمح هي اللي فيها. تاني جلع اكتر من كده. لا طب بالصلاة هي على النبي، جلع بسم الله ما شاء الله، عرض النهارده حاجه توب. مش عارف انا اجلعك اكتر من كده اعمل ايه تاني طيب. المساحه كلها، المساحه اللي هتتباع كلها هي اللي مزروعه قمح. تمام. المزروع فيها قمح كلها قمح. الخمسه فدان الخمسه فدان كلهم قمح. تمام. طب بالامانه مش نستاهل اعجاب. طب مش نستاهل كومنت. والله يا عم عصام يعني مش عارف على الحاجات الحلوه اللي على التعب اللي بنتعبه ده واللف اللي بنلفه ده نستاهل اكتر من اعجاب. بس يلا يلا كله بلاش ما نستاهلش ان انت تشيرنا عشان غيرك يستفيد وانت تكسب. يا عم كله مش خساره في حبايبنا يا عم، التعب ده كله مش خساره في حبايبنا، هم مش هيبخلوا علينا ان شاء الله كده. ده انتوا حته حبايبي يعني، مش مفيش داعي للكلام يعني. طيب ما تزعلوش القمح منيني. المهم سيبك من الحاجات اللي تخصنا وشوف حاجات تخص ايه المتابع وتخص ايه الاخوه الايه المتابعين. تمام. طيب بص يا استاذ، على فكره في مساحات، يعني لو واحد عاوز 50 مثلا فدان جداد موجود، عايز 50 عايز 100 عايز 1000 فدان موجود جديد موجود. لو عايز 1000 فدان ارض جديده موجود، وبتقنين ومن غير تقنين كمان. يعني لو عايز ارض مقننه ودافعه موجود، بس طبعا دي بسعرها ودي بسعرها. ايوه. ولو عايز ارض جديده من غير تقنين خالص كروكي فقط لا غير برضه موجود. صح. لو عايز 1000 فدان موجود. صح كده. تمام. نظام الري طبعا اتفقنا عليه. الارض ميتها طبعا. الزرع يتكلم عن الارض ميتها عامله ايه، يعني سيبك من الميه ليها كام الكلام ده كله. الخمس فدادين دول ليهم نص يوم على البير على الطاقه الشمسيه وكده، ولو احتجت عندك المولد، ولو احتجت عندك المصدر الثالث بتاع الميه او الثاني اللي هو على المصرف تحت. طبعا ايه مصدر المصرف موفر عن مصدر البير بالمولد، لان المكنه اللي عليه ما بتهلكش زي زي الديزل. يعني المكنه تشتغل اليوم كامل على صفيح الجاز وتكفي تروي لها في اليوم 3 4 فدادين بس. كده كده احنا ما بنضطرش ان احنا نحتاج الموضوع ده، او ما ايه البير مكفي وزايد. صح كده. البير بالديزل بتاعه مكفي وزايد. نهار ما تحتاج ساعه ساعتين من المولد في الليل وفضت على كده. الله ينور برضه علشان يبقى ايه الصوره واضحه. المولد موجود والطاقه موجوده والمصدر الثالث نهار ما عطل في البير يحصل في اي يوم من الايام، غطس حصل فيه مشكله، الطاقه الكهرباء فصلت، بتروح مدور المكنه بتاعتك. بالظبط كده. الله ينور عليك يا استاذ احمد. ايوه كده يا راجل، خليكي معاي. طب انا بالنسبه لي اقول ايه يعني يا باشا، ما انا بختصر عليك الحوار. الصلاه على النبي. طيب هي مش عاوزه وصفه، هي يا باشا، هي يا استاذ والله احمد. والله الارض ما عايزه كلام عصام. بس يلا بص الارض الارض كفايه كانت تتصور من غير كلام اساسا. والله ده بص تضحك لوحدها. بص سبحان الله. اللهم صل يا عم اسكت. الناس تقول لك بيحلوا البضاعه. سيبك من الكلام الفاضي هنا. هي حلوه، هي البضاعه حلوه مش عايزه كلام. صلي على النبي يا راجل. صلي على افضل الصلاه والسلام. لما نقطعك حرام، نقطعك حرام. طيب. خليكي زي ما بص انت. يا عم عصام صلي على النبي. تعالى نطلع على الطريق هناك كده عشان نشوف الطريق بتاعها. يلا بس كده. ايوه. احنا مشينا في قلب القمح من جوه عشان نعرف نشوف الزرع. ايوه. اللي يهم الناس طبعا. ايوه. الارض مقننه خالصه من الدوله بالكامل. هتاخد عقد نهائي، عقد اخضر زي ما بيقولوا. أيوة. عقد نهائي خالصه من الدوله بالكامل. ده يا سلام بعد العروض بعد الكلام ده كله قال وتسمع السعر. وحاجه تاني بعد كده، الارض لها بطاقه زراعيه بتصرف كيماوي من الجمعيه مدعم. ايوه. تمام. ايوه. تمام. الارض بتصرف كيماوي من الجمعيه مدعم، ليها حصه كيماوي زيها زي اي ارض مدعم. تمام. قول يا عم عصام. ده الطريق بتاعها ماشي. ده الطريق اللي مبلغ الارض كامل من فوق لحد البير، من عند البير، ومن هنا لما مطلعك على الاسفلت. أيوة. الاسفلت قدام هناك كده. أيوة. تمام. اخر الطريق ده كده الاسفلت اهوت. تمام. الاسفلت الزراعي. تمام. بعد انت الخمس فدادين بعد اول فدانين. اول فدانين دول متقننين مباني. ايوه. في نفس الارض بتاعت الايه بتاعت صاحب الارض. تمام. يا عم عصام تفاصيلك. تفاصيل ارض قريبه على القريتين، جايه بين القريتين، الطريق منه للاسفلت الزراعي. العقد بتاعهم خالص نهائي، التقنين مدفوع، ما عليهمش اي جنيه. تمام. مصدرين ميه، واحد على البير وعليه طاقه شمسيه 50 كيلو. وواحد الثاني واخد بالك بادئ من المصرف على مكني في نفس المواسير،
وكل تربيعه لها محبس، يعني تسقي انت ولابس الجلابيه والشراب. الارض بالكامل مزروعه قمح، والقمح بتاعها هيتكلم عنها هيت. تمام. تمام. البير عليه مولد. لهم حيازي بيصرفوا كيماوي من الجمعيه. تمام. واخد البالك، يعني حاجه مهما توصف فيها مش عايزه كلام مش صراحه، يعني بما يرضي الله مش عايزه كلام. هي بتتكلم لوحدها. تمام. بعد التفاصيل اللي عم عصام، وبعد النظام اللي شفناه، وبعد الزرع اللي شفناه، وبعد التفاصيل والورق اللي اتكلمنا فيه، سعر الارض دي كام يا حبيبنا المتابع؟ والله بعد ما تسمع السعر هتستغرب. على فكره الارض ديت من توب الاراضي في اللواء صبيح. ايوه. من اعلى الاراضي في اللواء صبيح، اعلى جوده واعلى كمكان واعلى نظام تقني. طيب السعر كام؟ السعر كام يا عمر؟ المطلوب كام فيها الحلاوه اللي انتم شفتوها دي كلها؟ مطلوب 170,000 وقابل للتفاوض. التفاوض البسيط، مش تيجي تتفاوض يعني تكلم لي في تقول لي عايز ال70 ولا حاجه، الراجل يضربنا ويطير ورانا. احنا مش ناقصين ضرب. لا ان شاء الله. التفاوض يبقى تفاوض خفيف كده مع الناس يعني برضه. ايوه بس ان شاء الله ملناش بركه الا بحبايبنا المتابعين. بالظبط كده. وساعه الكاش بيبقى في كلام تاني مع الناس يعني. ما تنسوش دي. صحيح. ماشي يا ريسنا. اشوفكم على خير في كل جديد، استنظرونا. السلام عليكم.